دقائق قليلة قبل الإفطار يجلس المسافرون هنا داخل محطة الخروبة. قد يظفر هؤلاء بتذكرة سفر إلى مختلف أنحاء الوطن، لكن همهم وانشغالهم الوحيد الآن هو الظفر بحساء ساخن عند آذان الإفطار. فلنتابع معا. هنا داخل المحطة يبدأ عمل الشباب مساء. خلية تشرف على جلب الأكل ووضعه داخل العلب. وجبات ساخنة ومتنوعة سيتم تقديمها للمسافرين الصائمين. في الحقيقة نجو الصباح بكري أنا فير هكذاك نقضوا وأون بليس نقضوا كلش للطباخ وكامل. وفي الحقيقة نجو هنايا نحطوا نوجدوا للطباخ نعاونوه كذا هو يبريباري يريقل كلش، وحنا نزيدوا ندوروا نقضوا شوية على الخبز وعلى الماء وشوية على الفاكهة وكذا. وفي الحقيقة يعني نقدموا للمسافرين هذو بويسك ما كاش هنا تقريبا مطاعم تقدم لهم الوجبات وهم مسافرين. احنا قمنا بهذه المبادرة باش المسافر يصيب في الرحلة تاعو وجبة كاملة ان شاء الله. الشوربة فريك ودوزيام بلا في الحقيقة يكون ديفا مثوم، يكون طاجين زيتون، يكون دوزيام بلا توجور وشلاضة وكاين ثان حبة ديسير والخبز وقرعمة. دقائق قبل آذان المغرب يصطف الصائمون هنا، كل ينتظر دوره لأخذ وجبته الساخنة. يقوم الشباب المشرف بتنظيم الصفوف والحرص على عدم نسيان أي شخص، كما لاقت المبادرة استحسان من تقربنا منهم. أنا رايح حسن مسعود كيفاش تشوف هذه المبادرة هذه؟ انا عجبتني بزاف هذه المبادره، خاطش على دوك الغاشي كيجي لهنا ما عندوش وين يروح به ياكل وكذا، صافي درت لهم هذه المبادره ياكل ماكله سخونه وحاجه شابه ونظيفه وما يصالوش نقولوا امراض وكذا. ما كاش انا ما كاش ولا كاينه في طريشه نقولوا غاليه بزاف بعد تخلصي ماكله تاع كاين اللي ما عندوش، المهم شويه غاليه، كاين اللي ما عندوش. الحمد لله شرفونا بالضيافه تاعهم، هي وراك تشوفي انا نفطروا ما خصنا حتى حاجه، لا مشاكل لا والو، كلشي كاين مصغارين. واه على 9:30 ما كاش. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الحمد لله نشكركم. نشكركم على المبادره الجميله هذه اللي اثرت فينا حقيقه والله. يعني يقول لك ام سيدنا محمد كلها للخير، خصوصا في شهر رمضان. جزاكم الله على الخير على الشيء اللي كديروه. رايح البويره. نعم يروح 9 ان شاء الله. انا رايح الورقله باش نجوز الكونكور. الكونكور تاع لونسونيمون. كان على بالك بلي حسيت افطار لهنايا؟ لا ما على باليش. وشنو الساعه الكار ديالك؟ ها؟ الكار تاعك شنو الساعه الكار؟ على 9 يقلع على 9 الديبار على 9. كيفاش بك ندير الفطار ولا؟ قلت بالك نحبسوا في الطريق ولا نشري كاش حاجه هنا في لاكاروتير وخلاص. مدينه الغزلان ويا دبويره. على 9:30 تاع الليل. والحمد لله جينا خروبه، جينا روطر شويه، سمنا كي راحوا قال لك لازم تريح حتى 9:30. انا لقينا تاع الله يبارك ما شاء الله تاع طلب منظمه الوطنيه طلبه، والحمد لله تكفلوا بنا، تكفلوا بالمسافرين اللي هم رايحين 48 ولايه. صافي مازال الخير في الجزائر الحمد لله يا ربي. ما كانش يبان لي حتى شفت ليجان داخلين قلت لهم مين جبتوه؟ قالوا لي كاين برا الناس يتمد برا جيت خرج دايركت. ليسونسيال نقولوا لهم بارك الله فيكم وان شاء الله ربي يتقبل هذا الاجر ان شاء الله. انا جاي من عند فلان رايح لمسان انا راك. اللي عرفت لمسان خدام ثم زوري. واش من ساعه الكار تاعك تروح؟ 11 تاع الليل ان شاء الله. 11 تاع الليل. كيفاش كنت داير في بالك تفطر؟ كنت راح نفطر نخرج الفوق قال انا كيا ومن بعد ركتب ربي جيت لنا قالوا لي ما يقاسموا رمضان. ما كانش على بالي والله ما كان على بالي. كيفاش تكون المبادره هذه تدي ماكله سخونه تاكلها
الله يبارك، ما حاجة تشرفنا الله يبارك، والله حاجة مليحة، حاجة مليحة المجتمع الجزائري إن شاء الله، إن شاء الله دائما نبقاو هكذا إن شاء الله. توزيع الوجبات انتهى بسرعة، فكم كان عدد المستفيدين؟ هذه المبادرة هي ثاني مبادرة تقوم بها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين على مستوى محطة خروبة. هي مبادرة صاحب الفكرة هو السيد حمزة شريف رئيس شرفي المنظمة، اللي هو راهي صار على هذا الوجه، على هذه الخدمة للمسافرين. استهدفنا بهذه المبادرة استهدفنا المسافرين في محطة خروبة باش تكون انفرادية من نوعها. احنا نعرفوا بلي مطاعم الرحمة تكون للمعوزين والمساكين على مستوى البلديات. حنا باش انتم تعرفوا بلي المسافرين ماهمش ماشي شرط يكونوا معوزين. المسافر هو اللي يسافر من ولايه لولايه، يجي يوصل عليه الاذان في محطه المسافرين للجزائر العاصمه خروبه، يجي عندنا نقدموا له وجبه ساخنه متنوعه كما شفتوا. في هذا اليوم وزعنا 170 وجبه. هما كما شفتوا يدعونا بالرحمه، واحد يقول لك بارك الله فيكم، واحد يقول لك يعطيكم الصحه، واحد يقول لك ماذا بكم تزيدوا تكرروا مثل هذا. حنا دي فوا كي يبقى واحد ما يفطرش نتاسفوا، ماذا بينا كاع اللي يجي يفطر وكاع اللي يجي يدي الوجبه تاعو. الكل هنا ينتظر آذان المغرب، وبالقرب منه كيس الوجبة الساخنة وماء يقول المؤذن الله أكبر حتى يفتح الكيس ويأكل الصائم المسافر الذي أمامه بعد الإفطار طريق طويلة. أما هؤلاء فقد أكملوا دورهم ويحق لهم أيضا الإفطار.